أنا جد سعيد بحضوري لهذا اللقاء ومشاركتي في هذا المعرض المحلي للكتاب، وهو بادرة تبادر إليها جمعية الأبركان للفن والإنشاد التربوي بالشراكة مع المؤسسة التعليمية خالد بن الوليد. هذا المعرض أولا يعرفنا بالكتاب المحلي وبالكتاب المحليين، ونافذة للإطلاع على إبداعاتهم وكتاباتهم النقدية والفكرية والتاريخية، وكذلك يعرفنا بما وصلت إليه هذه المدينة من تطور منذ صدور أول الكتب الإبداعية والنقدية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول المرسلين. بداية أرحب بكم في فعاليات افتتاح معرض الكتاب المقام بثانوية خالد بن الوليد التأهيلية، والمنظم من طرف جمعية أبركان للفن والإنشاد التربوي بشراكة مع كل من المديرية الإقليمية لقطاع الشباب والتواصل، وكذلك ثانوية خالد بن الوليد التأهيلية، والذي يأتي تزامنا مع اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، حيث يعرف هذا اليوم تنظيم رواق أبركان للكتاب المحليين. هذا البرنامج يأتي تزامنا مع الاستراتيجية الرصينة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل الرامية إلى تقريب القراءة إلى جميع المواطنين والمواطنات، وحرصا منا كذلك بصفتنا ائتلاف جمعية أبركان للفن والإنشاد التربوي على دعم وتشجيع القراءة الصعيدين الوطني والمحلي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. معكم الأخ عبد الرحيم شفال، مستشار جماعي ورئيس لجنة الثقافة والرياضة بالجماعة. أنا جد سعيد بالحضور ديالي اليوم في معرض الكتاب الذي يصادف اليوم العالمي للكتاب، والذي نظمته جمعية أبركان للفن والتنشيط التربوي. وبالنسبه لي هذا المعرض هو قيم جدا، لانه يعرف بالكتاب ويعرف بالكتاب المحليين ايضا، واهميه القراءه بالنسبه للتلاميذ والشباب خصوصا الذين اهملوا الكتاب والقراءه في هذا العصر. وانا جد سعيد بالحضور ديالي في هذا المعرض، وشكرا. الشكر الجزيل إلى كل من المديرية الإقليمية لقطاع الشباب، وكذلك إدارة الثانوية خالد بن الوليد التأهيلية، وكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح فعاليات هذا العرس الثقافي الأدبي. ولا ننسى كذلك توجيه الشكر الخاص إلى كل من الأستاذ القاص الروائي محمد الدروس الذي ساهم بكل ما لديه من جهد في إنجاح فعاليات هذا المعرض، وكذلك الأستاذ الرجال الساعد محمد مهداوي، مشكورين على كل ما بذله من جهد، له مشكور جزيل الشكر. كتلاميذ او كاشخاص وكشخص، ولكن في نفس الوقت
المدرسه ما غاديش تعلمك كيفاش توقف، كيفاش تحاور، كيفاش تهضر مع شي واحد، كيفاش تناقش الفكره ديالك. فهذا كيجي الدور ديال الجمعيات، ديال المؤسسات، ديال الانشطه سواء داخل الثانويات او لا خارجها، اللي غادي تعلمك انك تبني شخصيتك شخصيه قويه وتشارك في مجموعه من الانشطه اللي غادي اول حاجه تزيد القيمه ديالك داخل المجتمع. الحاجه الثانيه غادي تبنيك انت كشخص، كفكر، كمبدا، غادي تقدر تواجه العالم الخارجي. كنت عارفه كيفاش كنشوفوا شي حاجه بعيده كنقولوا تبارك الله حنا ما عارفينش باللي هو خارج من هذه المدينه الصغيره. علاش لا حنا ان شاء الله شي نهار الصور ديال كل واحد فينا تكون معلقه هنايا، ويجي شي واحد يقول هذا انا، يجي شي واحد حتى هو يشوف يقول هذيك التلميذه او هذيك البنت كانت تقرا معايا ولا كانت من نفس مدينتي. هذا كيكون فخر لينا ككل كتلاميذ، كابناء مدينه بركان، ابناء الجهه الشرقيه، وحتى ابناء بمناسبة اليوم العالمي للكتاب، مؤسستنا احتضنت الكتاب المغربيين المحليين. كما كتشوفوا هنايا الكتب ديالنا المحليين، وحنايا جد فخورين بهذا التنظيم اللي داروا لنا، ونشكرهم بزاف ونتمناو المزيد ان شاء الله. درسنا مؤسسة خالد بن وليد، جابنا واحد الجمعية كانت فن والتنشيط التربوي، فتحتنا مجال للكتب. وحنا فرحانين كي جات هاد الكتب اول ما غادي نشوفوا بحال هادشي.